في بداية القرن العشرين في مدينة سانت بيتر كان في إقطاعي فاضي من النوع اللي بيصحى بعد الظهر. الراجل صحي زهقان ملل فظيع، مش لاقي حاجة يعملها لغاية ميعاد المسرح. كان مستني الليل يجي عشان يروح المسرح، وبعد المسرح يلعب قمار ويفضل يسهر ويسكر لغاية الصبح. وهو قاعد في الأنتريه الفخم بتاعه يدخل الخدام بتاعه إيجر جايب له سيجار وكوباية كونياك ويقول له في أنسة بره عايزة تقابلك. الراجل يرفع حاجب كده ويقول أنسة؟ دخلها بسرعة. تدخل بنت غلبانة، واضح من لبسها إنها بنت بسيطة، لابسة فستان بسيط وملامحها رقيقة، وتقول له أنا ماريا، أنا كنت جاية لجنابك لأن سمعت إن أنت بتوزع تذاكر مجانية للقطر، وأنا محتاجة تذكرة من سانت بيتر لكورسك عشان أروح أشوف مامتي العيانة، مامتي على فراش الموت. الراجل بص لها باستغراب وقال لها أنت موظفة ولا طالبة؟ قالت له لأ، أنا موظفة والمرتب ما بيكفيش، وابتدت تحكي له حكاية طويلة عن شغلها ووظيفتها، وإنه إزاي المرتب ما بيكفيش حاجة، وإن هي محتاجة التذكرة ديت جدا عشان تروح تشوف مامتها. الراجل قال لها طيب أنت بتحبي سانت بيتر أكتر ولا بتحبي كورسك؟ أكيد كورسك دي مملة قوي. تقول له لأ، كورسك دي فيها أهلي وفيها أخويا موظف وولاده في المدرسة وليا أصحاب كتير هناك. الراجل يبص لها بمكر يقول لها أكيد برضو عندك حبيبك هناك. البنت تتكسف وتبص في الأرض، تقول له آه عندي. يقول لها احكي لي اتقابلتوا إزاي وحبيتوا بعض ليه؟ البنت تفضل تحكي له. هي كانت مترددة في الأول، بس عشان التذكرة تبتدي تحكي له حبيته ليه واتقابلوا إزاي، لغاية ما الوقت عدى والساعة دقت. الراجل راح نده بصوت عالي للخدام بتاعه، قال له إيجر جهز العربية عشان خلاص ميعاد المسرح. البنت تقف مخضوضة تقول له طيب ممكن تذكرة؟ التذكرة. يقول لها أنا مش موظف في السكة الحديد، أنت جيتي البيت الغلط، المفروض تدخلي عند جارنا هو مدير في السكة الحديد مش أنا. البنت تجري بسرعة تروح للفيلا اللي جنبيهم وتخبط. البواب يفتح لها ويقول لها بكل برود المدير سافر موسكو من ساعة.